لأن هناك مفاوضات محاولة المرور مع أشرف حكيمي. زياش تمريرة، هدف فعلا أنصيري. أكيد هذا الهدف غيعطي ثقة أكبر للمنتخب المغربي، وكذلك اللاعب النصيري الذي مر بفترة فراغ جعلته يشك في إمكانياته، وكان حتى المدرب وليد قال هذا ولدنا يجب أن نعطيه الدعم النفسي من أجل استرجاع الإمكانيات ديالو. نتذكر الهدف، شوف التمريرة كي كانت مع عند زياش مع اللاعب بوفال، لكن الحارس كانت عنده ردة فعل جيدة كي يرد الكرة ويقتنصها. نخلة الجنوب النصيري معلنا عن الهدف الأول كيجي مبكرا في الدقيقة السادسة. هدف غيخلي العناصر المغربية. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. على الصورة التيفو من جانب فعلا المغاربة، مجموعة مغاربة الله النيدف أكرد غانم سيس يحيى جبران حكيم زياش عز الدين أوناحي سليم ملاح غوفال. هناك جيورجي أبوريانيا زوريكو دفاتشفيلي أوتاري كيتيشفيلي لوكا لوكوتشفيلي نيكا يعني اضطررنا لأخذ المعلومات باش ناخذوا الترجمة ديالها، وبالتالي كان العمل مضاعف. مسيس حكيم مرة أخرى أو حكيمي ثنائية جميلة ما بينه وبين زياش، محاولة المرور لكن كانت علقة، لكن الحكم واصل اللعب وحكيمي ولولا على مستوى المدرجات انطلقت مبكرا أوناحي، لكن يقول الحكم هناك تسلل. أشرف حكيمي فعلا حكيم زياش لاعب تشيلسي، وهناك مؤشرات أنه سيغير حذاري من المرتدات الخاطفة، حذاري من هذا حذاري تمويه جسدي جميل هذا اللاعب بالدوري. الحمد لله مرت بردا. يانيا أبوريانيا 1-2، حذاري من تصرفات كيتشفيلي، ولكن فرصة لفائدة المنتخب المغربي. بوفال جميلة يا سلام، ما كاينش. قلت لأن هذا هو اللي عطيت أو الظهير الحديث، لأنه يزاوج ما بين الواجب الدفاعي، عنده لياقة بدنية تمكنه من الصعود وقضية الكثافة العددية. محاولة المرور، ضغط متواصل على المنتخب المغربي وشارقة بهدف المبكر ديال النصيري اللي جاء في الدقيقة تكسر تسلل. محاولة المرور مرة أخرى، ولكن يعني بحال هذا الضغط اللي فينا بكل صراحة خطأ، ولكن غير مسموح بالخطأ. مرتد خاطف حذاري، محاولة المرور، ماذا يقول الحكم؟ مواصلة اللاعب، خلق مساحات فارغة. هذه هي الكرة اللي كيبغي يعني أشرف حكيمي نفذات، لكن مشات لاعبين وحتى الحالة النفسية ديالهم يعني بحال المد والجزر، وبالتالي نصيري واحد من المغاربه. وهذا الهدف اكيد اذا تزاد اهداف اخرى غيعطي ثقه في النفس. كتشوف في الاعاده ديال اللقطه حصرها بالصدر ضاربه، كره تعطت على طريقه الخطا عند سليم املاح، محاوله المرور بطريقه جميله، ماذا يقول الحكم؟ كانت تعرقه لا اعتقد في انتظار ذلك. حذاري من المرتد، محاوله تسديد بونو، السد العالي المغربي، تمويه جميل. يعني عندهم هذه جوج مرات كيموهوا بالجسد كيخلي الكره تمر فراغ، ولكن ماشي الدرب ديالو، لان الدفاع ديال صيفيه عاش على متغير. ناحد اللاعبين جورجيين حكيم زياش بالقدم في اتجاه فرصه عند اللاعب بوفال. المتابعه، التايمين ديال المتابعه كان اعاده، أو هذا رقم 9 زوريكو دافيتشفيلي. شوف إعادة سفيان أو بوفال الكبرى الوداد الرجاء فريق الجيش الملكي ممثلي الشمال
نتمناو ان شاء الله. هذه فرصه عند بوفال محاوله دخول منطقه الجزاء، دخلها تمريره في اتجاه أناحي ولكن ما وصلتش عليه. نحن سلاحنا في المرتدات الخاطفه يطبع على الجمهور. مباراه عند فرصه دخل منطقه الجزاء، اشرف حكيمي تسديده والحارس وكانه تحول الى حارس كره اليد. لوكا لوكوتشفيلي، غرام العميد، تمريره خاطئه جميلة جدا لأن الوقت اللي هز عينيه شاف الحارس مغادر على المرمى ديالو وقال هذه هي الوجبة من أجل مضاعفة الغلة. شوف التفاعل ديال الجمهور المنتخب المغربي، جميلة اللقطة بكل صراحة. حكيم زياش الذكي كيبقى ذكي طبعا، هدف يعطي الحكيم الثقة التي افتقدها لأشهر كثيرة. يبحث عن ذاته، يبحث عن ملاذ، يبحث عن الخلاص، ربما يجده في الكالسيو الإيطالي إن صحت التسريبة. شوف معايا اللقطة، تمريرة خاطئة من 55 متر، الهدية لا ترد وإن كانت عند حكيمين بعيني مغمضين كيف كنقولوا، فقط تبعها الحارس جورجي مامارتشفيلي وهي تستقر في المرمى. الهدف كيجي في الدقيقة 29 ثنائية لفائدة الأسود، أسود الأطلس التي نريدها أن تزعر وتترك صداها صداحا